النائب المحترم عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المطلوب هو الرد على بيان الحكومة فإنه باختصار شديد، لأن الأمر أكبر من بيان الحكومة وأكبر من الحكومة. باختصار شديد نستطيع أن نقول أن بعضا مما ورد بهذا البيان إيجابي، مثل حل مشاكل بعض المستثمرين واستعادة بعض الأراضي التي لم تستغل، وحل مشكلة ديون المزارعين، وقرار الحد الأدنى للأجور الذي لم يفعل حتى الآن، وبعض التحسن في الأمور الأمنية، وزيادة المعاشات بنسبة 10%. هكذا بالكاد الحسنات التي أحصيناها في بيان الحكومة. أيضا أخذا بالمعيار الموضوعي فإنه يعني ما ورد بالبيان من سلبيات فهو بيان تقليدي، وخلى من برامج سريعة، وخلى من إعادة هيكلة الداخلية، وخلى من علاج الأزمات الحادة، وخلى من كثير، خصوصا الفساد الموجود والمعشش في أركان الجهاز البيروقراطي في الدولة. الحقيقة أن الموضوع أكبر بكثير من بيان الحكومة ومن الرد على بيان الحكومة، وينبغي أن يتصدى هذا المجلس الموقر لمسؤولياته التاريخية ومسؤولياته أمام الناس ومسؤولياته من قبل هذا وذاك أمام الله. نحن الآن أيها السادة الكرام بصدد عمل منظم لثورة مضادة لثورة 25 يناير. هذا ما نحن بصدده اليوم، ما يتم اليوم خلال الفترة الماضية من أحداث نسير عليها مرور الكرام، مثل أحداث بورسعيد مثلا التي كانت معدة وتم تجهيزها داخل مديرية أمن بورسعيد وبإشراف رموز قيادات الحزب الوطني السابق، وتقاعست جهات الدولة كلها عن اتخاذ أي إجراءات للوصول إلى خيوط الجريمة ومنفذيها ومموليها، واكتفت فقط بتحقيق النيابة التي قدمت فيه عددا من المتهمين ومحدد لهم جلسة هذا الشهر. الأموال المهربة تعمد كامل للتقاعس عن استرداد أموال مصر المهربة، على الرغم من أننا وقد شرفت أنا شخصيا ببدء هذا المشوار يوم 6 و7 فبراير 2011، وحطينا إيميل واحد في قناة الجزيرة جاءنا رد فوري وسريع، على الرغم من أن الإيميل اتضرب بعد دقائق. جاءنا خلال هذه الدقائق المعدودة رد من النائب العام السويسري وقال لنا نحن معكم وسوف نساعدكم، وقد صدر قانون في سويسرا في 1 فبراير 2011 سهل لكم كل الإجراءات. وبمجرد انتهاء الثورة تقدمنا بهذا المجهود الكبير إلى الدولة، فإذا به يدفن ولم يتم اتخاذ إجراء واحد حتى الآن. تهريب المتهمين الأمريكان لم نسمع إجابة واحدة حتى الآن. من المسؤول؟ الكل ألقى بمسؤوليته على الطرف الآخر. وهكذا حتى الآن يتم تعيين رئيس تحرير أكبر جريدة قومية من الذين كانوا يعملون مستشارين لرموز النظام السابق، كان مستشارا لأحمد عز يتقاضى رواتب شهرية. يتم تعيين المسؤول الأول عن أكبر بنك في مصر، كان رئيسا للجنة الاقتصادية في الحزب الوطني. وهكذا إلى أن جاء الثالثة الأثافي أو رابعتها أو خامستها، وهو تقدم عمر سليمان بالأمس بالترشيح بأوراقه لمنصب رئيس الجمهورية. عمر سليمان الذي كان رمزا كبيرا من رموز الفساد والظلم والاستبداد، ولا زالت يداه ملوثتان بالدماء حتى الآن. عمر سليمان الذي يعمل مستشارا لرئيس دولة أجنبية، ونشر هذا في كل الصحف، وإذا بالكل يتعامى ويتجه فقط لأحد المرشحين للبحث في جنسية أمه أو أبوه أو غير ذلك. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. أيها الإخوة الكرام، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وأنا اليوم منذ ساعات تقدمت بمشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة يحظر على كل من عمل مسؤولا كبيرا في الدولة، سواء كان معينا من الرئيس المخلوع أو يتقلد منصبا وزاريا، يمتنع عليه الترشيح مدة 5 سنوات قادمة. إنني أضع هذا القانون
في رقبة السيد رئيس مجلس الشعب وأضعه في رقابكم جميعا. نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية، إما أن تكون هذه الثورة ثورة المصريين تسري في اتجاهها المحدد لها، وإما أن تنتكس على أيدي رموز هذا النظام. نحن الآن في تحد حقيقي، والمطلوب منكم جميعا أن تتصدوا لهذه المسؤولية. أولا، قانون من الممكن أن نمرره اليوم أو نمرره على الأكثر بالغد، ولا يحتج أحد بأن هذا القانون سوف يمس مراكز قانونية، من أن القاعدة أن القانون لا تطبق بأثر الرجعي. هذا لا ينطبق على حالنا، فإن المراكز القانونية لم تكتسب حتى الآن لأي من المرشحين جميعا، وسوف تكتسب فقط يوم 26 أبريل من هذا الشهر. فنحن أمام تحدي لإصدار هذا القانون. أيها الإخوة الكرام، الأمر أكبر من أن نسحب الثقة أو لا نسحبها من هذه الحكومة. الأمر أكبر من الحكومة وأكبر من بيانها. كنت منذ شهرين تقدمت إلى السيد رئيس المجلس باقتراح برغبة يفيد طرح خطاب على هذا المجلس لأخذ موافقته، وكان مضمون الخطاب هو رسالة موجهة لرئيس المجلس العسكري تفيد أنه يجب أن تستقيل الحكومة دون حاجة إلى توتر وسحب ثقة، وهل المواد تسمح ولا لا تسمح، جدل دستوري وجدل قانوني. توتر هنا ينعكس على الشارع بسهولة ويسر. من حق هذا المجلس أن يشكل حكومته بحزب الأغلبية وتعاونه كل الأحزاب. تقدمت منذ شهرين في 15 فبراير بهذا الاقتراح برغبة، طالبا عرضه على هذا المجلس الموقر، تأسيسا على أن الإعلان الدستوري قد صار بمواده التي جعلت لهذا المجلس صفة التأقيت وصفة الاستثناء، صار بمواده إلى نهو هذه الصفة، نهو هذه الحالة من التأقيت، بمعنى أنه يسلم سلطة فقد سلم سلطة التشريع بمجرد انتخاب المجلس، وسيسلم باقي سلطاته لرئيس الجمهورية. إذا تقدمنا باقتراح يسير مع روح هذا الإعلان الدستوري، فإنه بالقطع يسير مع نصه ومع مقتضاه. ويبدو أن ضغط العمل بهذا المجلس لم يستطع معه المسؤولون أن يقدموا هذا الاقتراح برغبة. إنني أعود لهذا الاقتراح مرة أخرى مفضلا هذا الاقتراح على طرح الثقة، لأن طرح الثقة في هذا الجو الذي نشأت فيه خلافات كلنا نعلمها ونعيشها بين المجلس العسكري وبين إخواني في الإخوان المسلمين، يثير كثيرا من الشك والريبة حول تحيز هذا المجلس لطرف على طرف، والوسط ينأى بنفسه، حزب الوسط ينأى بنفسه عن أن يكون ناصرا لطرف على طرف. إننا نتحيز دائما للقضايا الوطنية، نريد أن نعيد طرح الإعلان برغبة، نريد أن نطرح نص هذا الخطاب على هذا المجلس. أستأذن السيد رئيس المجلس في أن يطرحه بمعرفته وقد سبق تقديمه، حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر وبأقل قدر من الأخطاء. أيها الإخوة الكرام، الساعة الآن هو أن نتصدى لنصرة هذه الثورة، وأن نتصدى لمواجهة فلول النظام السابق. من هنا فإننا ندعو جميع مرشح الرئاسة للاجتماع غدا، جميع مرشح الرئاسة الوطنيين للاجتماع غدا لمواجهة مرشح الرئاسة الفلول الذين يريدون أن ينقضوا على هذه الثورة، حتى نستطيع أن نعد عدتنا وأن نجهز ما نستطيع تجهيزه أمانة أمام هذا الشعب، حتى نكون قد أدينا ما علينا من أمانة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. النائب المحترم